أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع هو يعتبر حجر الأساس في الكارديولوجي كله، وهو الكاردياك سيمبتومز. الفهم العميق والدقيق للأعراض دي هو فعلا الخطوة الأولى والأساسية عشان نقدر نستوعب أي حاجة تانية في التخصص ده. وخلونا نقولها بصراحة، القاعدة دي بسيطة ومباشرة. لو ما فهمناش كويس كل عرض معناه إيه وإزاي أصلا نسأل العيان عليه، كل اللي هيجي بعد كده هيبقى مبني على أساس ضعيف. عشان كده تركيزنا الأساسي هيكون إننا نفصص الأعراض دي واحدة واحدة بشكل منظم ومنطقي. طيب إيه خطتنا؟ أول حاجة هنشوف الأعراض الرئيسية لأمراض القلب، بعدين هنتعمق في تحليل الديسبنية وأنواعها المختلفة، بعدها هننتقل لتقييم التشيست بين والإديمة، وفي الآخر هنبص على شوية مؤشرات تانية مهمة. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول، الأعراض الرئيسية لأمراض القلب. الفكرة هنا إننا هنحط إطار فسيولوجي، يعني طريقة تفكير تخلينا نفهم الأعراض دي بشكل منطقي، وده طبعا هيسهل علينا جدا رحلة التشخيص. الأعراض دي كلها ممكن نقسمها ل3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى هي أعراض البلمونري كونجشن، ودي سببها مشاكل في الناحية الشمال من القلب، والشكوى الأساسية هنا بتكون الديسبنية. المجموعة الثانية هي أعراض السيستميك كونجشن، ودي بقى سببها مشاكل في الناحية اليمين، وأشهر عرض ليها هو الإديمة. وأخيرا المجموعة الثالثة وهي أعراض اللو كاردياك أوتبوت، ودي بتحصل لما القلب ما يكونش قادر يضخ دم كفاية للجسم، وبتظهر أكتر مع المجهود في صورة فاتيج أو ديزنس. تمام، دلوقتي خلينا ندخل في تفاصيل واحد من أهم وأشهر الأعراض اللي بنشوفها، الديسبنية. تحليل الشكوى دي بالذات وفهمها بعمق بيدينا مفاتيح تشخيصية في منتهى الأهمية. طيب يعني إيه الديسبنيا؟ ببساطة شديدة هو إن العيان يكون واعي بشكل مش مريح لعملية التنفس بتاعته. يعني إحنا في العادي مش بنحس بنفسنا وإحنا بنتنفس، لكن المريض اللي عنده ديسبنيا بيحس بصراع أو مجهود عشان ياخد نفسه. السبب الكارديولوجي الرئيسي طبعا هو البولمونري كونجيشن، بس مهم نعرف إن في أسباب تانية زي مثلا الكونستريكتيف بيريكاردايتس اللي بتخلي القلب مش عارف يملى دم كويس. ولما نيجي نوصف شدة الديزنيا مهم نستخدم الجريدنج سيستم ده. جريد 1 دي بتحصل مع مجهود أكتر من العادي، يعني مثلا يطلع 5 أدوار. جريد 2 دي مع المجهود العادي زي طلوع دورين. جريد 3 دي بقى مع مجهود أقل من العادي، يعني مجرد بيتحرك في البيت. أما أخطرهم جريد 4 فدي ديسنيا اتريست، يعني العيان بينهج وهو قاعد مرتاح، ودي طبعا ريد فلاج. نيجي لنوع تاني مهم، الأورثوبنيا. دي حالة خاصة من الديسبنيا، بتحصل لما العيان ينام على ظهره ويلاقي نفسه بيتحسن لما يقعد أو يرفع راسه على مخدات كتير. الميكانيزم بسيط، لما بينام الفينس ريتيرن بيزيد على القلب، والقلب التعبان ده مش بيقدر يستوعب الكمية دي. والنوع الثالث وهو الباراكزيسمال نوكترنال ديسنيا أو الPND. السيناريو هنا كلاسيكي جدا، المريض ينام كويس وبعد ساعتين 3 يصحى فجأة على كابوس، نوبة ضيق نفس شديدة جدا، يقوم مفزوع بيكح، ممكن يكون صدره بيزيق أو فيه ويزنج، وتلاقيه بيجري يفتح الشباك عشان يشم شوية هواء. وهنا لازم نقف وقفة مهمة عشان نفرق بين الكاردياك أزمة اللي هو في الحقيقة acute pulmonary edema والبرونكيال أزمة. الفروق دي حاسمة. مثلا الأونست، الكاردياك بتبقى بعد النوم بساعتين 3، إنما البرونكيال غالبا الصبح بدري. السبيودم في الكاردياك بيبقى فراثي وممكن يبقى بينكش، لكن في البرونكيال بيبقى ثيك. لكن النقطة الأهم والأخطر هي الاستجابة للمورفين. المورفين بيحسن جدا حالة الكاردياك أزمة لأنه بيقلل الفينس ريتيرن، لكنه ممنوع تماما وممكن يكون قاتل في حالة البرونكيال أزمة. طيب خلصنا الديسبنيا، ننتقل دلوقتي لعرضين تانيين أساسيين ومهمين جدا في تشخيص أمراض القلب، التشيست بين والإديمة. ولما نيجي للتشيست بين، السؤال الجوهري هو إزاي نسأل عنه صح، لأن الطريقة اللي بنسأل بيها هي اللي بتفرق بين إننا ناخد معلومات سطحية وإننا ناخد هيستوري نقيق يوصلنا للتشخيص. في مجموعة أسئلة أساسية تعتبر الستاندرد اوف كير، لازم نغطيها مع أي عيان بيشتكي من ألم في الصدر. أول حاجة الكاركتر، لازم نوصف الألم، هل هو ضغطة، تقل، حرقان زي السكاكين. الأونست، بدأ إمتى وإيه اللي كان بيحصل وقتها. التريجرز اند ريليف، إيه اللي بيخليه أسوأ وإيه اللي بيحسنه، مجهود، راحة، حباية تحت اللسان. الراديشن، الألم ده بيسمع في مكان تاني زي الدراع الشمال أو الفك. وأخيراً الديوريشن، بيقعد ثواني، دقايق ولا ساعة. نيجي بقى للإديمة. الإديمة هي ببساطة تراكم للسوائل في الانترستيشال سبيسز اللي بيسبب تورم، واللي يهمنا هنا هو مواصفات الكاردياك إديمة تحديداً لأن ليها بصمة مميزة. أولاً بتبقى بيتنج، يعني لما نضغط عليها بصبعنا بتسيب علامة. ثانياً بتبقى سيمتريكال، يعني في الناحيتين زي بعض. وثالثاً بتبدأ في الديبندنت ارياز، يعني الأماكن الواطية بحكم الجاذبية زي الرجلين والكاحل.
طب إيه الأسباب القلبية اللي تعمل إديمة؟ طبعا على رأس القائمة عندنا الرايت سايدد هارت فيلير والكونستركتيف بيريكاردايتس، وبشكل عام أي حالة بتسبب سولت أند ووتر ريتنشن ممكن تعمل كده. بس خلوا بالكم من نقطة مهمة وممكن تخدع. أحيانا الإديمة بتبقى سكندري لهايبو ألبومينيميا زي اللي بتحصل في حالات البروتين لوزنج انتروباثي، ودي مشكلة أصلها جي آي، لكن ممكن تيجي في صورة إديمة تخلينا نفكر في القلب الأول. تمام. في الجزء الأخير ده هنعدي بسرعة على كام مؤشر مهم تاني لازم نكون عارفينهم: البالبيتيشنز، السينكبي، والإمبوليزم. البالبيتيشنز دي شكوى معناها إن المريض حاسس بضربات قلبه، وده إحساس إحنا في الطبيعي مش بنحس بيه. ممكن يكون السبب تغيير في الريت أو الريذم أو حتى في قوة الانقباض. مهم قوي نسأل هي سريعة ولا بطيئة، منتظمة ولا ملخبطة. بعد كده عندنا السينكوب، وده عبارة عن فقدان مؤقت للوعي بسبب نقص مفاجئ في السيريبرال بلاد فلو. الأسباب ممكن تكون كاردياك زي الأريثمياس أو الأوت فلو أوبستراكشن، وممكن تكون نون كاردياك وأشهرها الفازوفيكل، وطبعا التفريق بينهم هو خطوة أساسية في المانجمنت. واخيرا الامبوليزم، دي بتحصل لما امبوليس غالبا بتبقى جلطه بتتحرك في الدم وتسد الشريان في مكان تاني، والسيناريو الاشهر طبعا هو الستروك. في الكارديولوجي اول ما نسمع كلمه امبوليزم لازم نفكر في سببين رئيسيين: الاتريال فيبريليشن او الاي اف، والانفكتيف اندوكاردايتس. في ملحوظة مهمة جدا عن الهايبرتنشن، لازم نكون واضحين تماما. الصداع مش عرض موثوق بيه لتشخيص الضغط العالي. دي معلومة شائعة لكنها غلط. الطريقة الوحيدة، وأكرر الطريقة الوحيدة لتشخيص الهايبرتنشن هي بالقياس الصحيح والمتكرر لضغط الدم وبس. في النهاية لو في رسالة واحدة نطلع بيها من كل ده، فهي إن البريسايز بيشنت هيستوري هو مفتاح التشخيص في الكارديولوجي. كل الأعراض اللي استعرضناها دي هي مجرد أدوات في إيدينا، لكن الشطارة الحقيقية هي إزاي نستخدم الأدوات دي، إزاي نسأل الأسئلة الصح اللي تطلع لنا المعلومة الدقيقة اللي هتوصلنا في الآخر للتشخيص السليم.